الفل. كل واحد فينا بيحتاج يتشاف، كل واحد مننا محتاج يحكي ويتسمع كويس، محتاج حد ينور له لمبة في عقله ممكن تساعده على حل أزمته، بس من غير ما يحس إن في حكم عليه أو إنه مضطر ينفذ نصيحة يمكن ما تناسبوش. كل واحد فينا محتاج يسمع كلمة احكي لي. صاحب مشكلة النهاردة بيحكي لي: أنا متجوز واحدة أغلب مشاكلي معاها سببها واحد زميلها في الشغل، بسبب إنها بتتكلم معاه كتير وبينزلوا مأموريات تبع الشغل مع بعض، بيكون حد تاني معاهم بس الأساسي زوجتي، لأنهم نفس التخصص وفي نفس القسم. المشكلة إن أي حد بيلاحظ اهتمامهم الزائد ببعض، ولما بتكلم معاها بالراحة ترفض طريقتي وإني كده مش واثق فيها وبشك فيها، وبتقول كلام كبير يوقع عائلاتنا في بعض. وطبعا بترفض إني أشوف أي تشات أو أمسك الموبايل بتاعها وأشوف بتكلم مين أو بيتكلموا في إيه. وموضوع شغلها ده عامل مشكلة لأسباب كتير، منها الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها، فما أقدرش أقعدها منه. أنا مش عارف أعمل معاها إيه. متجوز من 3 سنين وعندي بنوتة، وهي بتشتغل من قبل جوازنا بكتير، وأهلها عارفين كل زمايلها وطريقتهم مع بعض، ما عندهمش أي مشاكل ولا بيعاتبوها. تنصحوني أعمل إيه؟ الموقف مش لطيف وعلى طول دمي محروق بسبب الموضوع ده. وصلني قوي حضرتك قد إيه مش مرتاح، وقد إيه ده ممكن يكون معكر الحياة بينكم. بس عايزاك تتخيل معايا إن أنت لابس نظارة لون العدسة فيها أزرق، وزوجتك لابسة نظارة لون العدسة فيها أحمر، وبتتخانقوا على لون الكرسي. أنت يقينا شايف الكرسي أزرق، وهي مستحيل تصدق غير إن الكرسي لونه أحمر. علمونا كده، كل واحد فينا لابس معتقداته وأفكاره وقيمه اللي اتربى ونشأ عليها كأنها نظارة بلون معين شايف بيها الدنيا. وهنا بتحصل الأزمات والمشاكل الكبيرة، بالذات مع شريك الحياة. موضوع العلاقة بين الراجل والست كصداقة أو كزمالة في العمل ده موضوع كبير، وليه وجهات نظر وزوايا مختلفة، والخلاف فيه يا إما بيبقى بخلفية شرعية أو خلفية اجتماعية أو خلفية نفسية. من الواضح إنكم الاتنين عائلاتكم مختلفة جدا في وجهات النظر في الموضوع ده، وبالتالي هو صعب جدا يتحل غير لو اتفقنا إن إحنا مختلفين، وإن إحنا محتاجين نقف في منطقة وسط عشان نحافظ على بعض، بدل ما تفضل في حلقة مفرغة ومتكررة من المشاكل. الموضوع وجعك، انت مش مرتاح له، فبالتالي بتطلع منك تصرفات تبدو في ظاهرها ان في شك او عدم ثقة، بس في باطنها انت نفسك تطمن وترتاح. التصرفات دي بتوصل عندها عدم ثقة فبتوجعها، وبالتالي بتعند او بترفض او بتبدأ تكون مش مرتاحة في التعامل حواليك مع اي زميل، والمشاكل تكبر والمسافة تفضل توسع. فمحتاجين نعمل 3 حاجات. أول حاجة نظبط توقعاتنا، يعني حضرتك تبقى عارف إن هي مستحيل تشوف الموضوع من نظارتك 100% وتقتنع بيه، زي ما هي محتاجة تعرف إن حضرتك صعب إن أنت تتقبل العلاقة دي وتشوفها بنفس السهولة والسلاسة والأريحية اللي هي شايفاها بيها. رقم 2 نقعد مع نفسنا بصدق، وحضرتك تشوف فعلا هي المشكلة فعلا في الزميل ده، ولا هي حتى لو غيرت الشغل وغيرت زمايلها هيظهر برضو مشاكل، فنكون احنا صابين المشكلة على شخص، والمشكلة أصلا أعمق من كده، إن أنا أصلا مش قادر أتقبل فكرة الزمالة بين مراتي وبين حد تاني في الشغل، ودي هتكون حضرتك محتاج تتصرف فيها بما إنها مينفعش تقعد من الشغل زي ما أنت تقررت. رقم 3 وده الأهم طبعا، إن احنا نقعد مع بعض أنا وهي، نقعد ننفصل ببعض عن الأهل وآراء الأهل على دماغي ومع كامل احترامي وتكريمي ليهم، لكن زيادة وجهات النظر في موضوع زي ده عادة ممكن يزود المشكلة مش يحلها. فهنقعد مع بعض إحنا وهنتفق إن إحنا مختلفين، بس هنشوف كل واحد يقدر يتنازل عن إيه وهو مش مقتنع عشان يرضي ويريح التاني ويحافظ على التاني. مثلا تطلب منك مثلا إن إحنا محتاجين نقلل تركيز على الموضوع ده في البيت شوية، موضوع التفتيش في الموبايل ده مؤلم بالنسبة لي. في المقابل حضرتك تطلب منها على قد ما هي تقدر ممكن تنسحب من بعض المأموريات، بعض المكالمات، طبعا لو مش هيأذي شغلها، وهي تبقى عارفة ان هي بتعمل ده عشان تريحك وعشان توصلوا لنقطة اتزان في النص. تاني، نقطة الاتزان دي مش هترضيك 100% ومش هترضيها 100%، ولكن هي نقطة اتزان نقدر نتعايش معاها ونحافظ على الخير اللي بينا قبل ما المشكلة دي تاكل بقية المناطق الحلوة اللي بينا في العلاقة. والله أعلى وأعلم.